تخيل إن في زهرة بتستنى حيوان صغير يجي يعمل حمام جواها. آه والله مش بس بتستناه، دي كمان بتأكله علشان يرجع لها بسماد. الحكاية دي بتحصل في غابات بورونيو بين نبات غريب اسمه نيبنتس وحيوان صغير جدا اسمه الذباب. الذباب شكله شبه الفار بس حجمه صغير جدا، ممكن تحطه على طرف صباعك وبيتميز بحاسة شم قوية، وضربات قلبه ممكن توصل لأكتر من 1000 مرة في الدقيقة. المهم الذباب ده بيحب السكريات، ونبات النبنتس اكتشف ده وقال طب ما استضيفه، فبدأ يفرز مادة سكرية على غطاه والذباب يجي يلحسها كل يوم. بس خد بالك النبنتس ده من النباتات اللي بتاكل لحوم، بس النوع ده مختلف شوية. قالك بدل ما اصطاد الحشرات أأكل الذباب واستنى هديته. واللحظة الغريبة بقى وهو واقف بياكل بيعمل حمام جوه الزهرة، والزهرة بتمتص الفضلات بتاعته اللي مليانة نيتروجين مفيدة جدا ليها. علاقة تبادلية غريبة بس ذكية جدا. دايما الطبيعة بتفاجئنا بحلول مش ممكن العقل يتخيلها، سبحان الله. قول لي بقى، سمعت قبل كده عن زهرة بتتغذى على الحمام؟